رسول الله. المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات شروحات PDF تعليم السياقة اللي فيهم نفس الأسئلة ونفس صور يوم الامتحان. نجاح مضمون والفائدة كاينة، ومعنا يا تشد البيرمي يا يشدك. إذا بسم الله على بركة الله نشوف السؤال رقم 1. من الواجب نركب هذا الطفل في المقاعد الخلفية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. كما هو معروف أن الأطفال خاصهم يكونوا في المقاعد الخلفية وفي كرسي خاص حتى يفوت العمر ديال الطفل 10 سنوات، عاد يمكن ليه يكون في المقاعد الأمامية. إذا في هذا السؤال الطفل كيظهر أنه أقل من 10 سنوات، إذا واجب يكون في المقاعد الخلفية. الجواب 1. انتقلوا للسؤال رقم 2. في الطريق سيارة ناشفة وبهذه السرعة إلا اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا المسافة 144 متر. الجواب 1. 100 متر. الجواب 2. 94 متر. الجواب 3. هنا عندنا مؤشر السرعة كيبين بلي أنا كنتمشى 120. في البيرمي يا إما غيسولوك على مسافة الوقوف ولا مسافة الأمان ولا مسافة رد الفعل. مسافة الوقوف كنضربو عشر السرعة في نفسه، 90 9 في 9، 70 7 في 7، 80 8 في 8. مسافة الأمان كنضربو غير في 6، 9 في 6، 7 في 6، 8 في 6. وكاينة مسافة رد الفعل كتضرب في 3، 9 في 3، 7 في 3، 6 في 3 على حساب السؤال. إذا السؤال اش كيطلب منا هنا؟ في طريق سيار ناشفة. علاش قالوا ناشفة؟ لأن ملي كتكون الشتا ولا الضبابة ولا الثلج كيتضاعف الحساب، كيتضوبل على 2 مرات. الا اضطريت باش نوقف، اذا ها هو ديكلارا لينا باللي كيطلب مسافه الوقوف. اذا اش غنديرو؟ غناخدو عشر السرعه ديال 120 يعني 12، ونديرو 12 في 12. 12 في 12 جابت 144. الجواب رقم 1. ديما كتمشي مع السؤال. الا قالك 120 12 في 12 90 9 في 9. اذا الجواب 1. انتقلوا للسؤال رقم 3. ملي تكون الطريق فيها الماء، المسافة اللي كنحتاج باش نوقف غتكون أطول. الجواب 1. مشابهة. الجواب 2. أقصر. الجواب 3. الجواب ديال هذا السؤال هذا كيجي بربعة ديال الصيغات. يا إما كيقولك أطول ولا كتضاعف ولا كتزاد ولا 2 مرات أكبر. بعض المرات كيجمعوهم لك في سؤال واحد، خاصك ديرهم بجوج، دير الواحد والجوج ولا الواحد والثلاثة على حساب. إذا ملي كتكون الطريق فيها الماء، المسافة اللي كنحتاج باش نوقف كتولي أطول، ولا يقولك كتزاد ولا كتضاعف ولا كتصبح 2 مرات أكبر. هادو بحال بحال. إذا الجواب ديالنا أطول. جواب 1. انتقلوا للسؤال رقم 4. في طريق ناشفة وفي هاد السرعة إلا اضطريت باش نوقف، مازال كيقول لي باش نوقف. إذا كيطلب مني مسافة الوقوف. غناخدو عشر السرعة. بشحال غادي أنا؟ غادي ب100. عشر السرعة هو 10. 10 في 10 هي 100. هو قال لي طريق ناشفة، إذا الحساب ما غيتضاعف ما والو. الجواب الصحيح رقم 2. في طريق ناشفة وأنا غادي بسرعة 100 خاصني نحتاج 100 مترو باش نوقف 10 في 10. انتقلوا للسؤال رقم 5. بسرعة 80 كيلومتر في الساعة غتقطع سيارتي خلال الفترة الزمنية لرد الفعل مسافة كتقدر بحوالي 8 متر. الجواب 1. 16 متر. الجواب 2. 24 متر. الجواب 3. 80 متر. الجواب 4. هما دابا هنا سولونا على مسافة رد الفعل. مسافة رد الفعل كتضرب العشر غير في 3. من سرعة كنتي غادي كتضرب العشر ديالها في 3. شنو هو العشر؟ هو الرقم الأول. يعني غادي ب80 كتاخد 8 وتضربها في 3. وهنا شحال عطاونا؟ 8 في 3 هي 24. إذا الجواب 3 هو الصحيح. ديما كتاخد العشر وتضربو في 3 ملي تبغي تحسب مسافة رد الفعل. ننتقلوا للسؤال رقم 6. كنسوق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، مسافة الأمان كافية؟ نعم. جواب 1. لا. الجواب 2. إذا هنا السؤال كيطلب منا مسافة الأمان. مسافة الأمان كنضربو هاد العشر هذا
في 6 غادي ب50، 5 في 6 هي 30. دابا غنشوفو واش المسافة بيني وبين العربة كتساوي 30 ولا ما كتساويش 30. هاد الخط الابيض اللي كيبان في الارض فيه 20 متر، والخاوية اللي كتكون ما بين الخط والخط فيها 6 متر. اذا كنحسبوها حنا 10 باش يلا كتجينا الحساب مقاد، ما تجيناش الفاصلة 36 32. اذا كتجيك 5 20 10 30 وتبقى غادي. اذا عندنا خط ابيض فيه 20 والخاوية فيها 10 30 وعاد هاد الخط اللي باقي هنا، اذا راه اكثر من 30 متر اللي حسبنا 5 في 6. الجواب ديالنا كافية. كنسوق بسرعة 50، مسافة الأمان هنا كافية لأن كنديرو 50 5 في 6 وكنراقبو يا إما بالخطوط. الخط الأبيض فيه 20 الخاوية فيها 6 كنحسبو 10، أو لا الشجر ما بين الشجرة والشجرة كاينة 10 متر، ولا البوطوات بيناتهم 40. السؤال رقم 7. في طريق ناشفة وفي هاد السرعة إلا اضطريت باش نوقف. ملي كيقولك باش نوقف إذا مسافة الوقوف كناخدو العشر كنضربوه في نفسه. دابا أنا غادي ب60، 6 في 6 هي 36. إلا قالك مسافة الوقوف كتضرب عشر السرعة في نفسه، إذا 36 6 في 6 هي 36. الجواب 1. ننتقلوا للسؤال رقم 8. في حالة حصول عطب مفاجئ للحصار الرئيسي، واش نبدل السرعة لنقطة عطالة، ولا نستعمل الحصار ديال اليد، ولا نقص من درجات السرعة تدريجيا؟ هنا غنطرح عليك واحد السؤال: السيارة شحال فيها من فران؟ الجواب البديهي اللي غتجاوبو أكثرية كيجاوبو عليه كيقولك 2 فرانات. لا سيدي، السيارة فيها 3 ديال الفرانات ماشي 2. أو شنو هما ال3؟ فران ديال الرجل، وفران ديال اليد، وفران ديال الموتور، والفيتاس. شي ملي كدير بروميير دوزيام هذاك راه فران ديال الموتور. ملي كتكون باغي تستاسيوني في شي هبطه ولا حدره حاول انك دير فران امان طلعو مزيان، والفيتاس تخليه بروميير باش يعاون، كيتسمى فران موتور. الله يحفظ، الا وقع لك شي مشكل في الفران ديال الرجل كتخدم بفرانات الاخرين. نستعمل حصار اليد. الجواب 2، ونقص السرعه من الكبير للصغير. الجواب 2 و3. انتقلوا للسؤال رقم 9. كنسوق بسرعة 70، خليت مسافة الأمان كافية. باش تحسب مسافة الأمان كتاخد عشر السرعة، هي 70 العشر ديالها هي 7 كتضربها في 6. 7 في 6 هي 42. واش كاينة بيني وبينو 42 ولا لا؟ هاد الخط الأبيض هذا فيه 20 والخاوية فيها 6، يلا كاينة 26. إلا حسبنا الخاوية 10 هي 30، إذا ما لاحقاش 42. الجواب ديالنا غير كافية. الجواب 2. انتقلوا للسؤال الأخير، السؤال رقم 10. بسرعة 60 كيلومتر في الساعة نقطع خلال الفترة الزمنية رد الفعل مسافة كتقدر ب5 متر. والجواب 1. 10 متر والجواب 2. 18 متر. مسافة رد الفعل كنضربو هاد العشر في 3. 60 6 في 3 هي 18. الجواب 3. وبهذا غنكونوا أنهينا الحلقة ديال اليوم. انتظرونا في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.